تعالوا نعمل النهاردة وصفة لعشاق البطاطس المقرمشة. هنعمل بطاطس مقرمشة من بره وطرية من جوه زي الهاش براون بالظبط. بصوا يا جماعة شكلها تحفة وطريقة جديدة. ساعات كلنا بنغلب في الأكل يعني وما بنلاقيش حاجة نعملها جديدة. تعالوا نشوف الوصفة الجديدة دي بالبطاطس والولاد هيحبوها جدا إن شاء الله. هنجيب حوالي كيلو بطاطس، هنقطعها كده صغير هنحط فيها مية ونسلقها. وبعد كده بعد ما استلقت اهي هحط بقى عليها حبة الملح، وممكن نحط بابريكا، نحط اي توابل انت عايزاها. حطيت انا مرقة بودر برضو تديها طعم، وحطيت بابريكا. ممكن تحطوا اي حاجة تاني. انا حطيت جبنة رومي وحطيت موتزاريلا. ممكن تحط عليها جبنة بارميجان، جبنة شيدر، اي حاجة من كل الزيادات دي، ونخلطهم كويس كده عشان الجبنة تسيح. وبعد كده دي كوباية، حوالي كوباية نشا، وهقلب كويس كمان. بعد كده هجيب بقى مصفى وهبتدي بقى ادخل البطاطس واصفيها واطلعها من الناحية التانية عشان وزي ما انتوا شايفين كده اهوت. بعد كده لما هوريكم بقى الخطوة اللي بعد كده. ايوه بصوا هتبقى ناعمة ازاي، انا عايزاها ناعمة قوي كده كلها. بصوا لغاية لما تبقى كده زي ناعمة زي شبه العجينة بالظبط. هبتدي بقى اخدها واحطها في كيس تلاجة او كيس حفظ او تخزين او اي حاجة، وهبتدي افردها كده اهو باي حاجة بالنشابة او اي حاجة. وبعد كده هحطها في الفريزر من نص ساعة لساعة. بس انا هوريكم يعني انا مستنيتش عليها فهوريكم الغلط اللي بعد كده حصل. بس انت المفروض تسيبيها على اقل ساعة مثلا. وهنا بعد كده حطيتها في الفريزر، بس انا الصراحه حطيتها ربع ساعه بس. هبتدي بقى اقطع الكيس كده، وبعد كده اقطعها صوابع زي اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو او على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. وبعد كده بقى هجيب زيت غزير طبعا، نار متوسطه، وبس ما تلمسوهاش في الاول عشان ما تتكسرش. ممكن بقى تضيفوا النكهات اللي تعجبكم، اي نكهات بقى، نكهة جبنة، نكهة اي حاجة، كلها شغالة يعني. جربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي والولاد هيحبوها جدا. انا الولاد عندي حبوها جدا. هسيبكم بقى مع صوت القرمشة. تحفة يا جماعة، تحفة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. هستناكم في حلقة جديدة، والى اللقاء.